وفي اخر فيديو هجاوبكم على سؤال حرفيا بدون مبالغه كلكم بتسالوا نفسكم بما فيهم انا زمان اتخانقوا مع بعض يوم رايح على رامي صبري او عبد الرحمن محمد او امير عيد او عمرو دياب. خلوني افاجئكم واقول لكم الارتباط في حد ذاته مش حرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده ان شاء الله اولى حلقات الموسم بتاعنا، موسم ليه. قول ليه. 1 2 3 نقول مع بعض 1 2 3 ليه؟ لا ليه بقى؟ عشان خاطر احنا يعني ليه؟ ليه؟ هو مش اكتر سؤال احنا بنسال نفسنا هو ليه؟ بس عشان كده بدأنا موسم ليه. والنهارده معانا حلقة مهمة جدا، حلقة بتتكلم عن نفسها، حلقة الثمنيل بيتكلم عنها، حلقة كلنا بنتكلم عنها. هو كلنا بنتكلم عنها حرفيا بسبب اهميتها وبسبب ان احنا كلنا عاوزين نعمل الحاجة دي، وهي نقول مع بعض. يلا استنى مش ماشي؟ انتوا ما سمعتوش حاجة، ماشي؟ يلا 1 2 3 ليه الارتباط حرام؟ ليه بقى الارتباط حرام؟ ممكن حضرتك بقى يعني تتوكل على الله. الارتباط حرام؟ لا ما انا هجاوب دلوقتي. ماشي يلا. لا ما انت اطلع بقى عشان حضرتك كبس على نفسي مش عارف. اتفقنا ان احنا ما نتكلمش وصوت البكت عشان خاطر لو انا غلطت غلطه تصحح لي، ما انت الفار. تمام. نرجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هعزف الحتة الأولانية، بهزر. النهارده هنتكلم في أكتر من نقطة مهمة إن شاء الله، وفي آخر فيديو هجاوبكم على سؤال حرفيا بدون مبالغة كلكم بتسألوا نفسكم بما فيهم أنا زمان مش دلوقتي، بتسألوا نفسكم ومحتاجين له إجابة فعلا، ومحدش يسكيب الفيديو يوصل للآخر، لا اسمعوا الفيديو وإن شاء الله اجاوبكم على كل حاجه ان شاء الله، اوضح لكم كل حاجه ان شاء الله، الدنيا تكون تمام. خلوني افاجئكم واقول لكم الارتباط في حد ذاته مش حرام. واحد يقول لي بقى بص بقى احنا كده هنبدا نعبط بقى من اولها كفر. لك لا استهدى بالله، بس استهدى بالله. الارتباط في حد ذاته مش حرام يا حبيبنا، لان الارتباط بلغتنا احنا الدارجه دلوقتي هو اللي بقى حرام. انما الارتباط في حد ذاته لما انا اروح ادخل البيت من بابه واطلب ايد البنت اللي انا بحبها من والدها، من اخوها، من خالها، ايا يكن، يعني ده مش حرام لان انا كده يعني مرتبط بالطريقه الشرعيه. انما ربط السرير وربط الطرق الغير شرعيه ده مش حلو تماما. تمام. حضرتك اللي كان بيقولوا هو انت اخر مره ارتبطت كانت امتى؟ قال ابويا ربطني في السرير الاسبوع اللي فات. المهم انا قلاشاتي وحشه. الارتباط الحرام ده بقى ان انا دلوقتي وانا داخل اولى جامعه، ده اكزامبل عشان تشوف حد شغل انت، لا ده فور مثال يعني. وانت وهو داخل اولى جامعه قابل واحده شكلها قمر، مش لابسه طرحه وكلام من ده، فقال خلاص انا ادخل لها من الدخله بتاعت معاك المحاضره بتاعت الدكتور حزلقوم. فتقول له فقال له طب مش فاهم، ممكن تشرحيها لي؟ انا مش هعرف اشرحها لك بقى فويس نوت، لازم نتقابل. فيتقابلوا بقى في الفود كورت، يطلبوا له ب2 اسبانيش لاتيه ولا محاضره ولا خرا، وبعدين تحكي له قصه. ده الارتباط الحرام بقى. انما الارتباط الثاني الحلو والحلال بتاعنا احنا مش حرام والله. تمام. يبقى دي اول نقطه. طيب الارتباط الحرام بقى اللي هو ده ليه بقى حرام؟ انا عايز اعرف. انا بقى اقول لك حبيبنا، رقم 1 ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تواعدوهن سرا. طيب المواعدة معناها في جذر اللغة العربية ايه؟ المواعدة ان انا دلوقتي مش جذر اللغة العربية بقى، انا هتكلم في اصل الكلمة اللي هو جذر اللغة برضه، ولكن بطريقة تانية. انا دلوقتي وعدت البنت دي، المواعدة ان انا بقابل البنت دي، انا وعدها بايا يكن ايه هو بقى، انا بحبها هي بتحبني، احنا الاثنين بنحب بعض، احنا الاثنين بنقابل بعض بدون علم اهالينا، ده بقى هو اللي حرام. طيب ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ده في القرآن الكريم. طيب حلو قوي. تاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم برضو في آيتين مختلفين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الآيتين دول لو أنا قعدت أشرح فيهم مش هيكفي فيديو ساعة، ولكن معنى الآية بكل بساطة إن أنا دلوقتي ربنا أمرنا بغض البصر، وده أمر يعني ما فيهوش جدال. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأتبعها في آية قل المؤمنات يغضن من أبصارهن. طيب ده بيتبع ده حرفيا، يعني غض البصر بيتبعه حفظ الفرج، والعكس صحيح يا صاحبي. طيب ثالث حاجة
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا. طيب واحد هيقول لي حد الله، والله ابدا، انا ماليش انا في الكلام ده، لا انا اخري ان انا بتكلم معاها وبتشات واتساب وبنتقابل وبنتمشى شويه على الكورنيش وبس. هقول لك حضرتك ما هو ده زنا. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وضحه في الحديث اللي بيقول كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع، ان انا بسمع الكلام اللي هي بتقوله لي، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى. جميل جميل. انا دلوقتي في العلاقه دي تكون ان انا ابص لها دي نظره حرام، ذنوب. كون ان انا المس ايديها او امسك ايديها حرام، ذنوب. كون ان انا امشي وانا رايحه اقابلها حرام، ذنوب. كون ان انا اسمعها وهي بتتكلم وبتقول لي بحبك وبعدين انا اقول لها انا بحبك حرام، ذنوب. بالمناسبه في الحديث انا نسيت اقول واللسان يزني وزناه الكلام. كل دي ذنوب. طيب السؤال بقى، هل انت حمل الذنوب دي؟ والله العظيم انا عن نفسي كعبد الرحمن لا. اي حد كده جدع عايز يدخل الجنه والله هيقول لي لا. طيب يبقى هو ده مربط الفرس. طبعا اخر حاجه وهي بقى ايه؟ كسره القلب. اما واحد بيتعلق بواحده اتكلموا مع بعض كلام من ده يوم ورا يوم، حبيبي مجاني نوم حبيبي، تمام؟ فسابوا بعض، اتخانقوا مع بعض، يوم رايح على رامي صبري او عبد الرحمن محمد او امير عيد او عمرو دياب ويقعد ان هو مع نفسه بقى ويحط التليفون على بطنه يقول يا لو كنت سمكه كان زماني اتكلت وارتحت. حرفيا ربنا سبحانه، انت كده بتعذب قلبك. ربنا سبحانه وتعالى ما يرضلكش ده، فربنا سبحانه وتعالى عايزك تحافظ على نفسك. فلو سمعنا كلام ربنا الدنيا هتكون تمام. في ادله تانية كتير ولكن انا جبت لك الخلاصه بابسط طريقه. طيب الحل هو ايه؟ الحل دلوقتي انا كعبد الرحمن، انا دلوقتي انا بتكلم عن نفسي المره دي، انا دلوقتي مش معايا الفلوس اللي تاهلني ان انا ادخل اتقدم واجيب ذهب وشقه واشطب شقه واعمل كلام من ده كله وفرح. انا مش معايا الفلوس دلوقتي. طيب يبقى اعمل ايه؟ يبقى المفروض دلوقتي ان انا ادعي ربنا وان انا امشي في الطريق اللي ربنا كاتبه لي، وربنا يوفقني وربنا يعيني ويقدرني على ان انا اعمل كده. ربنا يعيني ويقدرني على ان انا اجمع المبلغ اللي يكفيني ان انا اعمل كده وبعدين ادخل البيت من بابه. بس ما دون ذلك فبلاش سكك وحواري كتير، وان انا يعني اسلي رغبتي المؤقته ان انا اكلم بنت ومش عارف ايه. كل ده كلام لا صحة له من الاعراب. طيب السؤال بقى، السؤال اللي كلنا سألناه، هل دلوقتي انا كبنت وكذلك الولد، هل دلوقتي انا كولد انا بحب فلان، انا بحب فلانة ايا يكن، هل مجرد الحب ده بدون ان انا اعترف له ولا اقول له هل ده حرام؟ لا. ليه الشرف لمدة ثانيتين ان انا اقلد اللغة الملونية، حوش ها جيب ها. المهم هل ده حرام؟ لا. مفيش اي ضوابط شرعية ولا في اي نص قال ان ده هو حرام. انا شفت بنت حبيتها، سبحان الله سماهم في وجوههم، بص فيها قبول، انا حبيت البنت دي، تمام؟ لا انا كلمتها ولا انا فتنتها ولا انا حاولت ان انا الفت انتباهها ان انا بحبها. هل ده حرام عليا؟ لا. انا مش هتحكم انا مش هقول له اقفل يا قلبي، حب يا قلبي، اكره يا قلبي، لا. القلب ملناش دخل فيه للاسف. الحرام بقى هو ايه؟ ذا نيكست ستيب يا صاحبي، ذا نيكست ستيب يا زميلي، ذا نيكست ستيب يا رجولي. نيكست ستيب اللي هي ايه بقى؟ بص انا كلامي مع نفسي. بص نيكست ستيب ان هي انا خلاص، بص انت تدخل تكلمها تقول لها انا عاوز المحاضرة يا محمد، المحاضرة يا محمود، المحاضرة بس. تقوم انت داخل قايل لها السلام عليكم ازيك عامله ايه ممكن نتعرف. حرفيا ده اللي بيحصل، ده النيكست ستيب بقى. نيكست ستيب حتى لو انت هي معاك في السكشن مثلا تتحاول تكبح فضولك وتكبح اللي هو انا مش عايز افلت بلا بقى اي كونتاكت ولا الكلام ده، انا همسك نفسي على الاخر. كل ابن ادم خطاء. ممكن تقوم فالت يا معلم نظره يمين نظره شمال، هوب ده بيحبني، طلع بيحبني،
خلاص كده. ده اللي انا كنت مستنيه واللي انا كنت مستنيه اتحقق. طلع بحبني. هي انت هتشوف نفسك طلعت بتحبني. لا بس خلاص. الحمد لله ليك يا رب، والله الحمد لله والشكر لله ليك يا رب، وخلاص. لا طبعا دي بقى النكست ستيب، دي اللي انا مش عايزها تحصل. ليه؟ because it's حرام. وبس كده. اتمنى يكون الفيديو فاتكم. عمر نام. استفدتوا من الفيديو، طلعتوا بمعلومه، واتمنى كنتش عديت الوقت المطلوب، ان انا حاطط رينج ما يعديش 10 دقايق، بحيث انك في بدايه الوجبه تبدا الفيديو، في نهايه الوجبه يكون خلصت الفيديو. بس كده. استنى الحلقه الجايه هتفيدك اكتر واكتر. لسه مش عامل سبسكرايب فمش عارف انت مستني ايه. اجي انا اعمل لك سبسكرايب. استنوني الفيديوهات الجايه ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تشربوا فيمتو عشان هو جميل. ايوه دعايه بقى. انا حاجه اللي انا بحبها، مش عايز منهم فلوس. هم يكسبوا وانا اصور. السلام عليكم.